مدينة الحياة وقفت فيها فجأة، بالظبط كده زي ما بقول لكم. من اكتشافات العلماء اللي كانوا بيعملوها من قرون، اكتشفوا ان في مدينة كاملة اهلها عبارة عن جثث متجمدة. جثث متجمدة في مكانها، يعني اللي بيحاول يهرب واللي بيتحرك واللي نايم، كل حاجة ثابتة في مكانها، وكأن الزمن وقف لمدة لحظات عندهم. وايه اللي حصل للمدينة دي، وهل ده حقيقة ولا خيال؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في معلومة مش معقولة. الفكرة انها المدينة دي سنة 79 ميلادي اكتشفوها، وفعلا الجثث فيها كانت متجمدة، ولكن مش متجمدة اثار التلج او جليد، بالعكس دي متجمدة اثار رماد. ايوه زي ما بقول لكم، رماد بركاني. اللي حصل ان في مدينة سنة 79 ميلادي، المدينة دي في ايطاليا، بومبي تحديدا. المدينة دي كان فيها جبل، وفجأة بدون أي مبررات الجبل ده كان جبل بركاني، واللي حصل إن هو انفجر. وطبعا أول ما انفجر الرماد بتاعه أدى لوفاة كتير من الناس، وطبعا عشان هما ما كانوش متوقعين، فكانت الجثث بتاعتهم كلها متجمدة بطريقة طبيعية. اللي كان بيمشي في الشارع واللي كان في البيت وحتى الناس اللي نايمة، كل ده أدى إن هما اتجمدوا في مكانهم، وبالظبط كأن الحياة وقفت لمدة لحظات عندهم، ولكن للأبد للأسف. ودي كانت معلومة مش معقولة وفي نفس الوقت حقيقية ومش خيال. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي.